بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن عذاب القبر. هل فعلا فيه شيء اسمه عذاب القبر؟ الجواب لا، مفيش حاجة اسمها عذاب القبر. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده هنجيبه من القرآن الكريم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. إذن فالإنسان لا يموت مرة واحدة ولكن مات مرتين. ايه هي المرة الأولانية؟ وفي آية تانية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا، هل يكون ميتا إلا من كان حيا؟ لا يمكن أن يموت الإنسان إلا إذا كان في الأساس هذا الإنسان به حياة، وإلا كيف يموت وهو بلا حياة؟ طيب جات الحياة الأولانية دي منين؟ برضو القرآن جاوبنا على هذا في سورة الأعراف الآية 172: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. دي قال لنا عنها سيدنا رسول الله: إن الله مسح على ظهر آدم فخرج منه كل نسله من آدم إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه هي بداية الخلق، وبداية الخلق إن الله لا يخلق شيئا ناقصا، وإنما عندما أراد أن يخلق الإنسان خلق كل نسل الإنسان من آدم إلى قيام الساعة في نفس التوقيت. لهذا فكانت هذه بداية الخليقة، بداية الخليقة الكاملة. فأماتنا الله بعد هذا حتى جاءت ثم ينشئكم خلقا آخر، اللي هو الخلق اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وهي دي الحياة. دي هي الحياة. عشان كده ربنا قال ايه؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الله هو كيف تكفرون بالله وقد أماتكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أماتكم إذا كنتم أحياء، ففي الحالة دي يبقى الإنسان حي 3 مرات وليس مرتين. المرة الأولانية اللي هي مع بدء الخليقة ليشهد الجميع على كونه هو الله، والمرة الثانية هي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، والمرة الثالثة هي يوم الحساب. طيب لما متنا من بعد ما شهدنا لله بأنه هو الله، هل شعرنا بشيء في هذا الوقت منذ بداية الخليقة حتى يومنا هذا؟ الجواب لا، وكأننا لم نكن موجودين. وأيضا الموت الآخر الذي نحن سوف نقدم عليه هو أيضا بينه وبين الآخرة لا شيء، صفر، الزمن صفر، لا وجود لأي زمن فيه تقريبا. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، الآية دي نستشهد بيها المتعلمين بتوع الأزهر، وهم أقول عنهم متعلمين، والمشكلة عندنا إن احنا مش عارفين الفرق بين العالم والمتعلم. المتعلم مثل الحمار يحمل أسفارا، لا يفكر، لا يشغل عقله، ولكنه يأخذ العلم
على أساس أنه واقع حقيقي فقط لا غير، في حين أن هذا العلم لا حقيقة فيه على الإطلاق إلا إذا عقلتها. فهذا هو الفرق بين العالم والمتعلم. العالم هو الذي يشغل عقله ويفكر، أفلا تفكرون أفلا تذكرون، هذا هو العالم. أما هؤلاء فمتعلمون، والمتعلمون زي ما قلنا مثل الحمار يحمل أسفارا، لا بيفكر ولا بشغل عقله ولا بشوف الصح فين ولا الخطأ فين. وفي آية تانية برضو وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ليه جهنم ما عرضتش بقى في الوقت الحالي على آل فرعون؟ لا، آل فرعون هم اللي كانوا يعرضون على النار، والشرط فيه المعروض ليس الوجود، ولكن في المعروض عليه شرط الوجود، إن النار تكون موجودة فيعرض عليها آل فرعون بالأسماء بالصور بالصفات، إن هم دول من أهل النار أو من أهلك. إنما نيجي بعد كده ليه؟ وإذا الجحيم سعرت، إذن فالجحيم حاليا غير مسعرة، ولكن عندما تسعر الجحيم تأتي يوم القيامة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ويقول الله وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكأنهم يوم يرونها أي يروا النار لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني الإنسان اللي مات من آلاف السنين وجيه يوم القيامة كأنه لم يلبث إلا عشية أو ضحاها، يعني جزء من يوم، كأنه إيه يوم أو جزء من يوم. يوم يقول أمثالهم طريقة بل لبثنا يوم. أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن فهم أموات وهمش أحياء. أما حياة البرزخ الذي يتحدثون عنها فهي إيه هو البرزخ؟ البرزخ هو عبارة عن حجاب فاصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان الآية 53 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا. البرزخ هو الفاصل، بينهما برزخ لا يبغيان. وقول الله أيضا أمواتا غير أحياء وكأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، اللي هي الحياة اللي احنا فيها دلوقتي، ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن فالبرزخ ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ. إذن فالبرزخ يكون من وراء الإنسان بعد الموت، يعني هو الفاصل بين الحياة الدنيا اللي احنا موجودين فيها والحياة الآخرة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. إذن البرزخ هو شيء وهمي، ما احناش هنبقى في البرزخ، لا احنا هنبقى خلف امام البرزخ، والبرزخ هيبقى خلفنا. وده اللي دل عليه قول الله ومن ورائهم برزخ، ما قالش وهم في برزخ. فما فيش حاجة اسمها الحياة البرزخية. دي اول حاجة حبينا ان احنا ننوه عليها، والايات كتيرة جدا دي جزء من فيض، والآيات كتيرة جدا بتؤكد هذا الكلام. أما اللي بيستشهدوا بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وفي عذاب القبر وفي الحساب والكلام ده كله، كل هذه الأحاديث موضوعة على رسول الله. ليه؟ لأنها تخالف كتاب الله، وما كان للرسول أن يخالف كتاب الله.
الشيء الثاني اللي عايزين ننوه عليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شرطية الإسلام مش إنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، شرطية الإسلام أن تقول لا إله إلا الله، ودي الآية دي بتدل على الكلام ده. وتدل على كده حاجة: احنا بنقول اليهود والنصارى وملة إبراهيم، كل هذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله إيه؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آل عمران الآية 19. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. مسلمون دول اللي هم بني إسرائيل أبناء يعقوب إذ حضر يعقوب الموت. طيب في آية تانية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن فالدين واحد فقط لا غير، هو دين الإسلام من لدن آدم إلى قيام الساعة، كله دين واحد. هنقول دول مسيحيين يبقى نقول على دول محمديين. كل الديانات إسلام. البعض هيقول لي دول بيعبدوا المسيح أنا بتكلم على المسيحية الحقة ولا أتحدث عن هذا، أو اليهودية الحقة ولا أتحدث عن الشواذ. زي ما احنا عندنا في الإسلام برضو تلاقي فيه إخوان وسلفيين وشيعة وسنة وتكفير وهجرة والكلام ده كله. دول كلهم مش معناه ان هم الإسلام، دول ما هماش هم الإسلام. الإسلام هو الإسلام الحق. الإسلام هو الإسلام الحق. يبقى أول حاجة نفهمها من الآيات دي إن مفيش حاجة اسمها حياة برزخ ولا ثواب وعقاب ولا سؤال ملكين ولا الكلام ده كله، لأن الأدنى ما يسألش الأعلى. الملائكة أدنى من البشر، والدليل على هذا سجود الملائكة للبشر. إذا كان الله أسجد الملائكة للبشر يبقى إزاي البشر هم اللي هيحاسبوه؟ ده كلام منافي للعقل، إن الملائكة هم اللي يحاسبوا من البشر والله أسجدهم للبشر. الذي يحاسب هو الله، القاضي هو الله، ليس أحدا سواه. فالقاضي الذي يقاضي بين الناس هو الله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يومئذ للكافرين عرضا اللي هو أول مرة يشوفوها. يبقى إزاي كانوا شافوها في القبر أو اتحاسبوا أو الكلام ده كله؟ وفي حديث سيدنا رسول الله اللي بيقول فيه من مات فقد قامت قيامته، لأن ما فيش وقت بين الموت والقيامة. حتى الكافر يقول من أقام يعني فيما معناه من أيقظنا من مرقدنا هذا، يعني كانوا راقدين مطمنين. فيرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا فمفيش حاجة اسمها حساب ونرجع نتحاسب تاني في الآخرة والكلام ده كله، ده كلام فارغ كله. الحساب هو حساب واحد فقط، هو الذي يحاسبنا به الله. مفيش حاجة اسمها لا قبر ولا عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا الكلام ده كله. كل هذه أحاديث موضوعة على سيدنا رسول الله، لأنها تخالف القرآن. القرآن بالنسبة لنا هو الدستور. الدستور بتاعنا هو القرآن، ونعتبر الأحاديث كأنها قوانين، فما وافق الدستور أصبح دستوريا، وما خالف الدستور فإنه غير دستوري كأنه لم يكن، لا وجود له. وتأكد تماما أيها المستمع الكريم أنه لا يمكن أن يقول رسول الله شيئا يخالف كتاب الله، وأن كل هذا افتراء على سيدنا رسول الله، وأن رسول الله لم يقل شيئا من هذا.
هنتلي الآيات بسرعة مع بعض. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفوا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، دي الخلق، بداية الخليقة، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، مش هي اللي تعرض عليهم، يعني هم مش موجودين، لا ده ممكن تعرض أسمائهم على النار، إن دول هم اللي هيسكنوك، دول هم اللي هيكونوا موجودين، دول أهلك. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، دي أول عرض للكافرين، جهنم يوم القيامة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ليه؟ لأن النار حاليا غير مسعرة، والدليل على كده زي ما قلنا في سورة التكوير الآية 12: وإذا الجحيم سعرت، إذن فهي غير مسعرة حاليا. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وزي ما قلنا قبل كده أكتر من مرة، العقل هو القدرة على المفاضلة بين الفاضل والأفضل والمفضل. فقليل العقل أو عديم العقل يختار المفضل، الحاجة اللي حاببها، وصاحب العقل القليل يختار الفاضل. أما صاحب العقل السليم فهو الذي يختار الأفضل أيا ما كان هذا الأفضل، حتى لو إنه هو ضده في هذه اللحظة، ولكنه على المدى البعيد هو الأصوب وهو الأصح. والحاجة التانية اللي قلنا فيها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا وبعضا أربابا من دون الله. دي كلمة سواء، يا ربنا بيقول للرسول قل لهم تعالوا إلى كلمة واحدة بيننا وبينكم إن احنا نعبد الله فقط لا غير، ما قالهمش تعبدوني مع الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لسبب واحد، لأن مفيش دين تاني نزله ربنا من السماء إلا الإسلام، من آدم زي ما قلنا لقيام الساعة. وزي ما الرسول قبل كده قال إنه شبه نفسه هو والأنبياء كأنه واحد بنى بيت فكان ناقص طوبة أو لبنة فأنا تلك اللبنة. إذن فكلهم كيان واحد، والكيان هذا هو البيت، ده هو الإسلام. فمش معنى الإسلام إن هم أتباع محمد فقط، لكن أتباع عيسى عليه السلام مسلمين، أتباع إبراهيم مسلمين، أتباع جميع الأنبياء رسل مسلمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.